Aku ada bikalbi, marah aku bipek. Al-adab dan menjadal man zar'a hasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi barnamija Rihlatu fi Kunuzi An-Nahwul Arabi. Ismi saya Adha bin saya Muhammad Idrus. Ana muqaddim fi barnamij ma'akum jami'an. قبل أن نبدأ دعونا نتعرف على أعضاء الحوار. Assalamualaikum. Ismi Muhammad Haikal bin Muhammad Ramzi. Ana lajnatul ula. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Alif Dini bin Liman. Ana lajnatul thani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Syabir bin Syarudin wa ana lajnatul thalith. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Abu Afiq Biyatim wa ana lajnatul rabi'. في هذه الحلقة سنتعرف على كتابين من أهم مراجع علم النحو وهما شرح قطر الندى والنحو الرفيع. فما الذي جعلهما يحتفظان بمكانتهما علميا حتى اليوم؟ نعم. لأنهما يجمعان بين صحة المعلومة وحسن الترتيب وكثرة شواهد والأمثلة، كما أن مؤلفان اعتمد على المصادر المعتبرة. صحيح. ثم هذا كتابين بأسلوب يساعد الطالب إلى الفهم والتدرج في التعلم. لنبدأ بالكتاب الأول. لماذا ألف الإمام ابن هشام كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى؟ ألفه ابن هشام الأنصاري لتيسير علم النحو على الطلاب وتقرب قواعده بأسلوب واضح ومنظم. كتب النحو السابقة كانت طويلة وصعبة على المبتدئين، فجعل هذا الكتاب أسهل في العبارة فأقرب إلى الفهم. إذن ما مشكلة التي أراد مؤلف معالجتها؟ كان كثيرة من الطلاب يجدون صعوبة في فهم كتب النحو المطولة، وخاصة ما يحتوي على اختلافات كثيرة بين النحو. فجاء هذا الكتاب ليبسط القواعد ويقربها إلى أذهان الطلاب مع حفاظ على دقتها العلمية. يا ألف، هل يعني ذلك أن الكتاب للمبتدئين فقط؟ لا، بل يستفيد منه المبتدأ والمتوسط أيضا، لكنه الواجب في الأساس إلى ما يريد بناء أساس قوية في علم النحو. كيف رتب مؤلف موضوعات الكتاب؟ طيب، رتب المؤلف الموضوعات بترتيب المتجردات. أولا فنبدأ الكتاب بالكلام، ثم الإعراب، ثم المعرب والمبني، ثم المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع. طيب، وهذا الكتاب أو هذا ترتيب الكتاب يساعد الطالب على فهم المسائل شيئا فشيئا دون التأكيد. طيب ألف، ثم وما أبرز مميزات هذا الكتاب؟ طيب، من أبرز مميزاته وضوح العبارة واختصار مع الدقة، ثم كثرة الشواهد من القرآن الكريم والحديث والشعر. طيب، نأخذ من الكتاب من كتاب قطر الندى في الصفحة 24. قال الله تعالى: لله الأمر من القبر ومن بعد. طيب، إذا ننظر إلى هذا الكتاب، إلى هذا الصفحة، نشرح لنا إلى بالخفض بخير التنوين، أي من قبل الخلق ومن بعده فحذف مضاف إليه وقدر وجودها ثابتا.
Syukran ya Alif. Thumma nantakilu ila kitab An-Nahwu wal Wafi. Falimaza allafu al-Ustaz Abbas Hassan hazal kitab. هدفه أن يجد طالب والباحث كل ما يحتاج إلى في مكان واحد دون حاجة إلى الرجوع إلى كتب كثيرة. Ya Syabil, wa ma manhaj allazi ittiba'ahu muallaf. لم يقتصر على ذكر قاعدة بل قارن بين أقوال النحاة وذكر أدلتهم ثم رجح ما رواه أقوى في مثال في كتاب زيادة والتفصيل كفي يجوز دخول ألف لم في إضافة ثم بسي لا يجوز هذا لأن يخالف قياس النحو. Syukran ya Syabil. Summa ya Awab, wa ma abrazu mumayyizat hazal kitab. يمتاز هذا الكتاب بالشمول والتفسير وأرد اختلاف النهج واستدلال بالقرآن والحديث والشعر العربي، وكذلك يذكر تعليلي والأمثلة الكثيرة مما يجعله مرجعا مهما جدا للدراسة والبحث. في هذه الصفحة يعني صفحة 60 يشرح أستاذ عباس حسن أن المضاف قد يكتسب بعض أحكام المضاف إليه، فإذا كان مضاف إليه من ألفاظ الاستفهام التي لها حق تصدير انتقل هذا الحكم إلى المضاف إليه. ومن لا يزال يعتمد عليه اليوم. لا يزال طلاب الجامعات والباحثون وأساتذة اللغة العربية يعتمدون عليه في الدراسة والبحث، وكثير من الرسالات الجامعية والباحثون العلمية ترجع إليه لما يتميز من دقة وشمول. شكرا يا أواب. وبعد هذه الرحلة يبقى السؤال الأخير. إذا كنت طالبا في اللغة العربية فلماذا ينبغي أن أقتني هذين الكتابين؟ لأن شرح قدر لنا يرسخ أسس النحو ويعين الطالب على الفهم قواعد فهما صحيحا. صحيح. أيضا يسهل فهم القواعد للمبتدئين ويجعل تعلم النحو أكثر يسرا وتجربا. طيب ثم وأما النحو فيوسع المعرفة ويعمق الفهم ويعرف طالبا باختلاف النحو وأدلته. وأنا وبقراءة كتابين مع يحصل الطالب على معرفة نحوية متكاملة تجمع بين بساطة التأسيس وعمق التخصص. شكرا لكم على حسن المتابعة. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وإلى اللقاء آخر في رحلة جديدة من كنوز نحو العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.